أهلا وسهلا بكم يا دكاترة في فيديو جديد من حل أسئلة اليو وورلد. الكونسبت اللي مبني عليه السؤال ده سهل جدا جدا وأي حد يقدر يوصل له بسهولة. تعالوا مع بعض نشوف السؤال، بس قبل ما ندخل على إجابة السؤال أنا حابب أفكركم، اشتركوا في قناة التليجرام تحت، هسيبها لكم أول لينك في الديسكريبشن. ولو حد لسه عنده أي مشكلة في مذاكرة ستيب 1 كبلاننج، كل اللي عليك تعمله تبعت لنا بس كلمة منتورشيب في رسالة على تاني لينك تحت في الديسكريبشن، وتقدر تشوف حل كل أسئلة اليورد دي بشكل فور فري، توتالي فور فري، عن طريق البلاي ليست اللي هسيب لكم لينكها تحت في الديسكربشن. السؤال هنا بيقول راجل عنده 42 سنة داخل عايز نصيحة عشان هو عايز يعمل ميل كونتراسبشن، يعني عايز يعمل وسيلة منع حمل، ولكن فيه هو في الراجل عشان هو عنده 6 أطفال ومراته عايزة تبطل الأورال كونتراسبتيف اللي هي بتاخدها. المهم يعني البوزيتيف داتا اللي في الكيس ان هم خلاص قرروا هيعملوا حاجه اسمها فازيكتومي. الفازيكتومي دي هوريها لكم كمان شويه في صوره. بنيجي بنعمل زي ترانسكشن كده في الفاز ديفرنس. ايه السايد افكتس اللي هتحصل بعد الفازيكتومي دي في اول كام شهر؟ طيب قبل ما نفكر في اجابه السؤال تعالوا كده نبص سريعا. عندنا هنا التستس، بعد كده الابيديديمس، بعد كده الايه الفاز ديفرنس. الفازكتومي هي عباره عن ان انا باجي كده واخد ترانسكشن في الفاز ديفرنس على الناحيتين. طيب بس في تركايه، هل الفازكتومي دي كلها جزء واحد ولا طويله؟ لا، بتتقسم. انا عندي الجزء البروكسيمال اللي هو ناحيه التستس، والجزء الديستال اللي هو بعيد عن التستس. طيب دي بيكون موجود فيها السبيرمز بشكل طبيعي جدا. لو انا جيت وعملت ترانسكشن هنا وهنا يكون لسه في شوية سبيرمز في الجزء الديستال منها، فممكن يحصل حمل بالرغم إن أنا عملت وسيلة منع حمل في الراجل وإن أنا عملت له ترانسكشن من الفاس ديفرنس دي. ليه وإيه السبب؟ لأن الجزء الديستال منها البعيد عن التستس بيكون لسه محتفظ بشوية سبيرمز. طيب السبيرمز دي بتروح قد إيه؟ ده اللي هنشوفه من حل الكيس بتاعتنا. هنا لما بيسألني إيه النصيحة اللي المفروض أديها له في أول كام شهر بعد البروسيجر، إن أنا هقول له إيه؟ ان هيكون في فايبل سبيرم موجود في الايجاكوليت بتاعك، بالرغم ان احنا عملنا فازيكتوم. وفهمنا ليه الكلام ده، ولان الجزء الديستال من الفاز ديفرنس بيكون لسه محتفظ بالسبيرمز بتاعته. طيب تعالوا كده نكسكلود الاجابات واحده ورا الثانيه. هل هيحصل decreased interest في السكشوال اكتيفيتي؟ لا طبعا. هل هيحصل مشكله في الاريكشن؟ لا برضه. هل هيحصل large reduction في الايجاكوليت فوليوم نفسه؟ برضه لا. هل التستوستيرون هيتاثر؟ لا. يبقى الإجابة الصح إن الفايبل سبيرم هيكون موجود في الإيجاكوليت بشكل طبيعي حتى بعد الفازيكتومي. زي ما قلنا إن هيكون في فايبل سبيرم في الديستال فاز ديفرنس لمدة 3 شهور بعد الفازيكتومي، أو اتليست 20 ejaculations بعد الفازيكتومي. حابب أفكركم، هسيب لكم تحت في الديسكريبشن أول لينك لقناة التليجرام. ادخلوا قناة التليجرام علشان تتابعوا كل الأخبار الجديدة وكل الفيديوهات الجديدة بتنزل هناك. حاجة كمان، لو لسه تايه في مذاكرة ستيب 1، كل اللي عليك تعمله انك تبعت لنا بس كلمة منتورشيب على تاني لينك هسيبه لك تحت في الديسكريبشن، وتقدروا تكملوا كل الفيديوهات بتاع حل أسئلة اليورو توتالي فور فري في تالت لينك هسيبه لكم تحت، وهو لينك البلاي ليست بتاع حل أسئلة اليورو. أي حد عنده أي سؤال سيبه لنا في كومنت، ولو عندك أي مشكلة في سيستم معين أو محتاج إن أنا أساعدك في حل سؤال معين، ما تترددش تبعت لنا سواء على التليجرام أو في الكومنتس تحت هنا.